ان لما بيقع عليا ظلم ما بشغلش بالي باسئله وجوديه ملهاش معنى. ما بسالش ليه فلان خان، او ليه فلان غدر، او ليه ضرب في الظهر. الحياه علمتني ان السؤال عن سبب الداء مضيعه للوقت. ليه في خيانه وشر وغدر؟ عشان بطن الشر ولاد. بس خلاص دي الاجابه. والدنيا فيها الحلو والوحش، وزي ما بتبسط بالحلو خليني الم الجرح بسرعه واشوف اتعامل مع الوحش ازاي. وعلى راي اجدادنا زمان، العياط على الفايت نقصان عقل. اراجع نفسي عشان اتعلم. وارد انا كنت مغفل في موقف فاتعلم ما كنتش مغفل بعد كده، وكنت مآمن للي شره باين وما كنتش حاسبها صح. بس في النهايه سؤال ليه في انسان شرير، او ليه في انسان ندل، او ليه في ناس خاينه، خلاص مبقاش يفرق معايا. مقبره الاندال دايما فيها مكان، فبشحن وبردم على طول. النقطه التانيه في فلسفتي في الانتقام اني اتعلمت ما ردش الضربه في وقتها ولا اتحرك وانا غضبان. منعت ضحكة الشماتة اللي على وش السفلة من ان هي تحركني او تهيج مشاعري. قالوا زمان الانتقام وجبة تقدم باردة. رد الفعل السريع ممكن يخلينا نغلط ونعتدي، او نتكسر تاني ونرجع بوجع اضافي. انا عارف كويس ان ليل المظلوم طويل، لكن العقل ما ينفعش يتساب للمشاعر تحركه. خد نفس واهدى وركز في النقطة التالتة اكتر. النقطة التالتة بتقول انك لازم تسأل نفسك كويس، ايه الانتقام الافضل؟ الحياة علمتني ان في بشر افضل انتقام منهم هو نسيانهم، رميهم ورا الظهر، وان اشتباكك معاهم حتى لو حققت فيه انتصار هيقلل من قيمتك ومش هيريحك. اهمالهم وتكملة طريقك واثبات ان هم ما كانوش اكتر من مسمار مصد شبك في نعل جزمتك هو افضل انتقام. نجاحك وانشغالك بنفسك بيلسع ظهره اكتر من 1000 كرباج. في حكمة غربية بتقول ان خناقتك مع خنزير كارثة بالنسبة لك انت، لانك هتضطر تنزل له البركة القذرة اللي هو فيها. انت هتتوسخ وهو هيكون سعيد. وده يوصلنا للنقطة الرابعة، اوعى تتوسخ. اوعى تتساوى مع اللي ظلمك فتبقى ظالم زيه. ولو حسيت ان مخك مش لاقي طريق للانتقام، اما الجبروت الظالم او انحطاطه، فعندك طريق سالك في اسمه حسبي الله ونعم الوكيل. بشرط اوعى تقولها باحساس قله الحيله والاستسلام، بالعكس قولها بكل غضبك ووجعك ويقينك ان هي مساله وقت. قولها وسيب ربك يستدرجه. افرح لما تشوف الظالم زاد في طغيانه وربنا اداله، لان وقتها ربك بيجيبه على الهادي. اللي يهمني اياك ثم اياك ثم اياك يقينك في عدل ربنا يهتز، او سلوكك وتصرفاتك تتهز فتتحول لظالم وتخش جهنم في كلبش واحد. النقطة الخامسة والأخيرة، أنا ما بنايمش ضميري وأنا بنتقم. انتقام أصحاب العقول غير انتقام المخابيل. انتقام العاقلين لازم يكون وراه هدف مش للتشفي، لأن تجربتي أثبتت إن الغليل ما بيبردهوش لانتقام الأهوج. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله بها. هنا أنا بقف، أنا شخصيا بقف وأسأل، لو سبت الظالم أو الغدار أو المنافق أو الندل اللي بينتهك قيم وحرمة ومبادئ البشر وتجربته معايا هي الدليل والشهود، هل لو سبته وقلت سماح هيكون سبب إنه يكمل عدوان على خلق الله وأنا منهم طبعا، ولا لازم يرتدع؟ هل دوري إن أسيبه ولا يكون عمله الأسود وكابوسه التقيل فيلتزم الأدب، ولا هو بس الموضوع وجع في الروح عايز أطفيه وهديه وخلاص بشوية انتقام؟ ضميرنا لازم يكون حاضر معانا حتى وإحنا بننتقم. يا صاحبي الانتقام حلو بس بأصوله. الحمد لله إن إحنا بنعبد رب قال لنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. انتقم يا صاحبي، انتقم بس